المهم يا شيخ احنا بنرحب بك في ابو مشهور بلدنا. الله يبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. معاكم النهاردة يا جماعة في أبو مشهور التابع بركة سبع منوفية. أعزكم الله. طبعا يا جماعة زي ما عودناكم كل جمعة في مقابر شكل. طبعا اكيد لما بننزل اي بلد لازم بيكون دعوة عامة من اهل البلد وشباب البلد، لان ما ينفعش ننزل اي مكان الا لما يكون في حد داعينا دعوة شخصية، ولازم بيكون موافقة العمدة، ولازم يكون موافقة رجال الامن بتوع البلد او كبارة البلد او مشايخ البلد، ده للامان. طيب موجودين النهاردة جينا بدعوة طبعا اللي دعانا قال المقابر فيها اعمال كتيرة جدا. طيب احنا نزلنا لقينا فعلا اعمال كتيرة جدا، بس احنا استخلصنا الحاجات المهمة جدا اللي هي اكتر اذى. طب والتاني يا عم الشيخ انت سبت التاني ليه؟ لان التاني احنا طبعا بنخش في مقابر بنخش فيها بنلاقي الكل معمول عليه، وفي مقابر بنخش فيها بنلاقي ايه؟ في حاجات معمولة وحاجات مش معمولة. طبعا احنا استخلصنا حاجات اللي هي معمولة للاذى، ما خدناش كله في قلب بعضه. طيب النهارده احنا يعتبر مطلعين حاجات زي ما حضراتكم شايفين قدام حضراتكم كده، بس المشكله الاكبر في الحاجه دي كلها ان المفروض في عيله كامله للحاجات معموله، اللي هي تعتبر طرحتين، بنطلون صغير، ده بتاع بنت، ده بتاع ام، دي بتاعت اب. يعني الحاجات الكام حاجه دول معمولين ومدفونين، واهل البلد طبعا انتوا كنتوا موجودين معانا، اهل البلد طبعا هم مطلعين الحاجه دي بايدهم، وانا اصلا كنت في مكان تاني خالص. طيب من المفروض انت اي شيخ نازل بلد عندك او عند غيرك يطهر مقابر ويطلع فوق مقابر، من المفروض تبقى انت وراه الخطوه بخطوه. بس في ناس كده ده الشيخ جايب شكاره معاه وجايب يحطها. الحمد لله كانت كل حاجه قدام حضراتكم، كل حاجه قدام عينيكم، كل حاجه انتم طالعين معظم الحاجات دي بايديكم، وانا كنت شغال معاكم الحمد لله رب العالمين. لو في اي تعليق علقوا على كلامي. طيب هنتكلم الاول في اللي هو العيله الكامله. يا جماعه هو كان في حاجات تانية، كان في حاجات تانية فوق لا كان في حاجات تانية فوق التربه اللي هي في الاول هناك. لا احنا عملنا لها ميه بملح كان فيها شعر. طب ماشي بص يا جماعه احنا طب ماشي. اي جديده نوفي، دي جلابيه راجل جديده نوفه بيض اهي. ده اصل الهوا طيرها من على الحبل وقامت بسبحان الله كده ان الهوا يشيلها من بيته يجيبها المقابر ويدفنها كمان. يعني دي حاجه دي حاجه احنا مش لا عارفين. الراجل مطلع الكيس فيه الحاجات كلها مع بعض معاهم الجلابيه. تمام ماشي. ادي الراجل مطلعها من قلب الكيس، هي جديده نوفي وعلى ظهرها حاجات هي. طيب ده الطفل، ده الطفل اهو، ده بنطون طفل. طب ايه يا عم الحاج اللي قاصص رجليه كده؟ قصة الرجل لو خد الرجل بتاعته عقدها والكافر عمل عليها يبقى طبعا بتربط رجله، بيروح جاي قاعد الارض ما بيقدرش يقوم تاني، تخبطه على رجله يحس برجله، يحس ان رجله وجعاه، لكن ان هو يقدر يمشي لا طبعا. دوخ بقى على الدكاتره واصرف اللي قدامك واللي وراك واستلف من البيت اللي جنبك، وده يضلك وده يقول لك وده يعيد لك على حاجه مدفونه ومتاخده من قلب البيت. دول يا جماعه ده بتاع البنت وده بتاع الام، مش هنفتحهم. ده بتاع البنت وده بتاع الام. الام دي الام اهي، الام هي حاجه خاصه بيها، دي حاجه خاصه بيها ماشي. ودي بنت دي، يعني دي بنت دي، وده تبعهم اللي هو دول تبع دول. هم واخدين بقى ايه؟ واخدين الاسره كامله بقى، واخدين العيله كامله. او واحد يقول لي طب انت شرحت اللي عليها عرفت منين؟ من عند ربنا، مش بني ادم.
العلم ده المجال ده بالذات ما هواش علم، ما هواش علم تحت درسوا لي عشان يبقى اسمك الدكتور فلان، ولا اسمك العالم فلان، ولا اسمك ده الدكتور فلان فاتح لي مكتب نجري عليه يلا اخش عندي اشيلك علاج ب 500 600، ده غير كشفي، ده غير مش عارف ايه، ده غير ده غير ده غير ده غير، وتخش في قصه طويله عريضه. ده مش علم، ده من عند رب. كل اللي بيطلع سحر او كل اللي ربنا وفقه في المجال دون ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. عمر ما بني ادم، لو بني ادم مسك كتاب وقال ده الجن الفلاني نعمل فيه كذا، ده الجن اللي مش عارف ابن مين نعمل فيه ايه، انت كده ما اتعلمتش، انت كده خدت اصول الدجل. لكن كتاب الله في المجال هو الحل، هو الكتاب الوحيد اللي بتقرا فيه بتحصين بصلاتك بحالك بمحتالك. ده كده يا جماعه ده بيت كامل قدام حضراتكم اهو بحاجات جديده نوفي. خد يا باشا. مجرد سؤال يا شيخ، بالنسبه للحاجه دي حد بس هو يعني حاجه للعلم، يعني حد يكون قريب منهم من البيت ولا حد بعيد، ازاي يجمع الحاجه دي؟ صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. حاجات زي دي كده اه بنت وولد واب وام 100% من البيت. دي 100% من البيت، يا من البيت قريب جدا، يا اما حد داخل البيت. لا 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 استنى سيبه مثلا. يا اما كده حد داخل خارج البيت وعارف هو داخل بياخد ايه، وعارف هو هيخرج ازاي، او الحاجه دي خدها خباها انا عارف اخرج بقى ازاي. تمام. ده مش غريب، لان الغريب اولا دلوقتي احنا كلنا غربة عن الجماعه دول. هنعرف تمام. نخش بيوتهم؟ لا. هنعرف ناخد منهم؟ لا. هنعرف نأذيهم؟ وهنأذيهم ليه؟ ما لهمش اذى غير ان انا داخل خارج بيتهم بعرف بياكلوا ايه بيشربوا ايه، فببدا اغير منهم، ببدا اغل منهم، او ان هو مثلا فيما بعد لهم ورث مثلا ولا حاجه. لا وازاي انا هخليهم يورثهم؟ لا مش تورثوا طبعا، لا ده انا هديكوا على عينيكم، ده انا هروح لسيدنا، ده انا هروح لمولانا. ما هو مولاهم وسيدهم الكافر اللي زيهم هم كفره. اللي خلق ده فلاتنا ده كفره، ما بصتش الباب كبر، باب كبر هيتقفل عليها. ما بيخافوش ربنا يعني. لا دي زي ما هي كده يا جماعه، هي عليها الخيط بتاعها اهي. دي مين اللي مطلعها ده؟ حد كان بيحفر مطلعها. كان واحد ده تبعنا برضه. واحد كده مش وحدوا الله. كائن حي. كائن يعيش كائن يعيش ويتعايش. خلاص. حسبك الله. دي قدام حضراتكم يا جماعه، دي مكتوب عليها هي. الجريده مكتوب عليها هي. ايوه فعلا. هي يا جماعه الجريده مكتوب قدام حضراتكم، مكتوبه كتابه اهي كتابه بالجافه هي. ايوه وادي الورقه برضه اهي مكتوب عليها طلاسم اهي. مكتوب عليها طلاسم اهي. يعني دي مكتوب عليها وده مكتوب عليها. دي معناها ايه بقى مولانا؟ دي معناها بالنشفان لبني ادم. كل ما دي تنشف كل ما هو ينشف. لا اله الا الله. كل ما دي تنشف كل ما هو ينشف. الاسم خفيف. بس يا جماعه بعد لا مش هنقولش اسامي. ولا ما فيهاش اسامي اصلا. طيب نرجع للطرحتين دول. ادي طرحه لسه جديد. ده جديد. ده حضرتك اهي. امسك كده خليها معاك ما ترميهاش. وادي طرحه. طيب الاثنين من بيت واحد. طيب الاثنين يا عم الشيخ هم جداد 100% هم. ماشي امسك عشان بس ايه نوري الناس اللي بتقول لك ايه مش عارفين ايه اهو. الناس من كتر فلوسها بتجيب طرح وترميها في المقابر. الناس من كتر فلوسها تجيب طرح وترميها ايه؟ وترميها في المقابر. اصل هي الناس ناقصه فراح اشتري طرحتين وراح ارميهم في قلب المقابر. دول معمول عليهم صداع. كل ما الحر يشتد عليهم الصداع والسخونيه تشتد اكتر. شعر يقع كامل او ليل ونهار تحس زي ما كنت انت ماسك حبل وربطه على دماغ بني ادم عمال تعصر في دماغ بني ادم، تعصر لدرجه ان هو ممكن مخه يتفرتك. وبراشيم بقى وحقن والكلام ده كله، ودكاتره تجري ودكاتره رايحه ودكاتره جايه على قله فايده. دنيا. لا خد ده. دي اللي انا لقيتها. مش اسامي بقى يا عم. ادي كم
على النبي. عليه الصلاة والسلام. دي ام كلثوم اهو. قدرة قادر كده الراجل المحترم صاحب الحاجة دي قاعد ابوال عليه، اختفى من عنده الكلثوم بعد ما الراجل جه من شغله بقى، جه من بره، التاني راح جه اتقطعت. طول ما هي مربوط، طول ما هو مربوط، مش مربوط عضويا، مربوط دراعه مربوط، دراعه متكتف. انت جايب له شغل، يعني انت جايب له شغل ماشي، مهما لو انت جبت له شغل انت نفسك زي ما انت جبت له شغل انت نفسك برضه لا تاخد شغل دي لحد غيره، ما هو حاله موقوف، او موقوف حاله هتكرهه يعني. او هتكرهه بنسبه 100%. السلام ورحمة الله وبركاته. الشاشه يا جماعه هنقول ان هو سقط، هو مش سقط، هو مش سقط. نفس الحاله دي بالظبط قابلتني في مره، نفس الحاله دي قابلتني يعني ايه في سقط يا مره. شيخ؟ ليه؟ يعني هنقول ان هو سقط بس هو مش سقط. نفس الحاله دي قابلتني في مره، نفس الحاله دي في شبين القناطر، في شبين القناطر واحد يا عيني كان من الناس الطيبين جدا، وكان من الناس اللي بتحب الناس جدا ويخدمك بعينيه. جت واحده تبعه كان هو عامل عمليه زي كده برضه، فخدت حاجه من العلاج دم، وكان الدكتور قاطع حته يعني حته كده بايظه، المهم انها تقطع، خدتها وراحت جايه عامله دفنتها. فضل كام سنه، كان 8 كان 12 سنه او ازيد من 12 سنه، رجله كلها لمت الا الجرح، ولما يبدا الجرح يلم يبدا يخش في حاجه تاني ويبدا الجرح مفتوح تاني. لا اله الا الله. والله العظيم لحد ما ربنا كرمنا وجبنا حاجته، بدا الجرح يلم عملوا له تاني، وبدا الجرح كان خلاص، كان الجرح كان لم خالص، بدا الجرح يلم، بدا عملوا له تاني. السلام. خد دي تفيدها تاني، لفها حلو وتفيدها تاني. نتكلم عنها. ده بتاع طفل ده بتاع طفله صغيره، دي طفله، دي ولد صح؟ طفل. ده بتاع طفل يا جماعه، برضو هنتكلم في نفس الطفله دي، برضو حصل معايا نفس الموقف بتاع الطفله دي بالظبط، اللي هو ايه بس ده التاني كان طفل بقى. الطفل التاني ده كان من ابو كبير. الطفل دون وعنده 40 يوم اتاخد منه حاجه زي كده، وعنده 40 يوم او 41 يوم في الحدود دي لحد 4 سنين، اي لقمه تنزل بطنه اسهال على طول، ما بتقعدش في بطنه، لدرجه ان الطفل ما انتش عارف الطفل عايش على ايه، وعايش على محاليل، لدرجه ان المحاليل اساسا كمان بترجع من بطنه، ازاي ما تعرفش، لحد ما ربنا كرمنا ورحنا لقينا حاجه زي كده بالظبط، كان متاخد الوسخ بتاعه ومعمول عادي ما فيش حاجه تقعد في بطنه. والله العظيم 3 في اليوم ده انا بقيت امسح الوسخ بتاعه بايدي، بقيت اعمله بايدي، والحمد لله رب العالمين ربنا تم الشفاء على خير. صاحب الحالات دي بيلاقي تحسن من نفسه ولا ايه اللي بيحصل معاه؟ طبعا طبعا اول تحسن بيلاقيه ان هو ما بيحلمش بالمقابر تاني. تمام. لا بيحلم بقى ان هو بيجري فيها تايه فيها مش عارف يخرج، ما هو مش اي حد يعمل، كلنا بنحلم بالمقابر. بس الفرق المسحور من العادي انما ما كنتش تحلم ايه، انت بتندفن، ده لا انت بتحلم انت بتندفن، ده انت بعيد عن ربك، ربنا بيذكرك بالموت، ولما تتذكر الموت في دماغك ربنا بيحبك ويذكرك بالموت عشان ما تغلطش. كان دايما حبيبنا ورسولنا ونبي الخلق عليه الصلاه والسلام كان دايما يقول ايه، كان كل ما ربنا سبحانه وتعالى يذكره بالموت كان يقول اللهم ذكرني بالموت كل ساعه وحببني فيه صلاه الجماعه. يعني كل ما اتذكر الموت كل ما انا مش هغلط، طول ما الموت في دماغي مش هغلط. طيب لو انا ما بهبش حد ومش خايف من الموت هغلط اهو، هعمل كده. هو الدجال مش في دماغه زي واحد دجال ورحنا له يا عم توب لله، يا عم توب لله، ده انت 75 سنه توب لله، اعرف ربك. طب يقول لي بعد الاصحاب اللي عملتها كلها وبعد الاذى وبعد ما خرجت البيوت، يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم المشكله يا عم ده ربنا هيسامحك على حتى ايه يعني، توب. يرد علينا على 5 6 رجاله دي يقول لنا ايه، انا توب بعد فضل انا كده ابواب جهنم مفتوحه لي. يا ساتر. ابواب جهنم يعني بني ادم عايش على جرد دولت ابواب جهنم مفتوحه لي. يا عم تقول لي كده يا عم استغفر ربنا، يقول لك انا اذيت وزنيت وطلقت وخربت وحرقت وموت وارملت، عمل كل ما تتوقع من اللي انت اي حاجه.
طب يا عم قول الاسحار وقول الاعمال اللي انت عملتها، وربنا غفور رحيم برضه، يمكن ربنا يغفر لك. انا ما اعرفش انا بدي الناس تدفن. يعني هو بيعترف على نفسه بدي الناس والناس تدفن. ربنا ينتقم منه. اللهم امين. دي طرحه برضه يا جماعه بلغت من العمر جامد جامد جدا. الله نقول صاحبتي اصلا عايشه. دي طرحه يا جماعه طبعا بقى لها سنين وسنين فوق الكوب. ايوه طبعا بخلاف الحاجات اللي احنا هناك دي يا نوفي، الجلاليب والهدوم اللي هناك دي يا نوفي ومدفونه. مدفونه. ما هو صلى على النبي. ما هو لو حاجه طايره، لو حاجه مثلا حد رمى حاجه اكيد مش تبقى مدفونه، لكن كل حاجه مدفونه دي مدفونه بالايد. دي ليها معنى. ليها معنى ايه؟ ممكن شعرها تبقى معذره زي الراجل، شعر ما فيش خالص. ممكن على طول باستمرار دماغها عامله زي ما يكون انت دماغها انت متفرتكه بشيء، متفرتكه بصداع، تجري تروح تيجي. طبعا اللي عامل او اللي عامله هو مش رجاله، الرجاله كلها غلاب. طبعا دايما بقول ربنا يقل من الحريم كلها، ربنا يقل منهم كلهم. اي واحد يخش مكان ربنا يقل منها، او يرد كل سحر لواحده عملته يرده لها في عيالها مش فيها، لان فيها هي ترتاح، في عيالها مش فيها. ده الشعر يا جماعه كنا لسه بنتكلم عليه. الشعر دون واحده قصرت شعرها، او واحده يعني ظبط المهم يعني، او واحده اساسا نايمه، واحده نايمه على سرها، وتقوم تقول لك ايه ده انا ما اعرفش ايه اللي قص شعري، وفعلا تلاقي شعرها اتقص، فيها شعرها ايه اتقص. ممكن مثلا ايه راح تعمل حاجه او دخل المطبخ او خلافه، تقص حاجه مره الحاجه ماسكاها مش عارف شدها مره واحده، الشعر يطلع في ايديها كامل، او هي بس بتشطف تلاقي شعرها ايه بينزل منها كامل. ده معناه يعني شعيرات الراس او العين بقى، الحواجب، ده كله ينزل، ده كله ينزل، تبقى عامله ربنا يكفينا الشر احنا وانتوا قولوا امين. يكون معمول لحد بالسرطان وبياخد كيماوي، لا ده كله كده بقى. والشعر بقى يتكثف في اماكن اخرى، يبقى الشعر كتير في اماكن اخرى، لدرجه ان هي ما تتجوز جوزها ما يتقش يقرب منها. ادي الشعر. وادي بنقول يا جماعه بنحذر كذا مره ان يا جماعه اللي تظبط شعرها تاخده ترميه في اي مكان بعيد، ترميه. تقول لك ايه لا ده انا مخليها، ده انا هحتفظ بالشعر، خليها ذكرى ليه؟ ما انت فيكي شعر تاني، هتقرعي مثلا، هتصلعي مثلا زي الرجاله في يوم مثلا تخليه ده اللي كان ليها شعر اول. لان الحاجات دي كلها وبامر الله تعالى انتظرونا الجمعه الجايه بامر الله في نفس الايه؟ في نفس المقابر بامر الله تعالى هنطهر الباقي ونطهر الجزء الخارجي بامر الله اللي هو خارج بره المقابر. ومع العلم ممكن واحده بقى تقول الحمد لله رب العالمين، الله ده ما طلعش السحر بتاعي، ده ما دخلش الناحيه الثانيه، ده مش عارف. طلعي السحر بتاعك بامر الله تعالى، هتطلعيه من هنا هفضحك الجمعه الجايه من هنا، وهجيب لك دلائل ودلائل، بص دلائل 100% ان انت طلعت السحر من المكان دوت، ومش هخاف منك ولا اخاف من الدجال اللي انت عاملاه اللي انت بتروح عنده. انا الدجال لو بينفع كان نفع نفسه، الدجال لو بيجلب الرزق للناس كان جلبه لنفسه، الدجال لو بيصلح حال الناس كان صلح حال نفسه، الدجال لو بيشفي الناس وبيبرد الناس كان مرض نفسه، كان مرض اخواته ومرض الدنيا كلها، عايز انه يلم الورث كله وكان نفع نفسه. الدجال ما بينفعش حد، الدجال ده كوسيله كفره عايشه على الارض عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرف النفوس المريضه ان فيه ربنا. طب انتوا مش عارفين ربنا في حساب، تعالوا لي بقى انت في القبر، ما انت راجع لي، ما رجعتليش ليه؟ ما رجعتش استغفرتني ليه؟ يقول لك مش هيرد يقول ايه؟ اذا كان انا نفسي يلا انا بطلع يعني ماشي يعني بنقول يا رب اجعله في ميزان حسناتنا، يا رب خلي الحاجات يعني الحاجات اللي هنطلعها اذى الناس ديت، يا رب خليها لنا نور في قبرنا. وانت اللي بتشتري ضلمتك وضمه القبر عليك بايدك. اما انت مسلم ازاي؟ ما كده مسلم. انا ما اقدرش اكفر بمزاجي، لان انا مش لكفر ولا ليا ايه، هو الحساب بتاع ربنا سبحانه وتعالى. شكرا يا جماعه، ان شاء الله انتظروا الجمعه لكن احنا يا حاج احمد خدنا فتره كبيره وعلى ما انت قلت لنا ايه السبب؟ طبعا تحديد مقابر جامده معايا. دي تحديد مقابر جامده معايا. انا يعتبر متحدد معايا مقابر لحوالي سنه، بعد منكم لحوالي سنه قدام، والله كل جمعه في مكان شكل.
فعل طيب، واحنا بنشكرك من مقابر ابو مشهور، الله وكتر يبارك الف فيك. خيرك، الله وربنا يخليك. يجازيك خير، وبنشكر الله كل يبارك الناس فيك. اللي الله مشرفونا النهارده. كتر الف خيرك يا استاذ، الله يبارك ربنا فيك. يبارك لك يا شكراً. مولانا. شكراً. الله يخليك يا سيدي، شكرا. نورتنا يا شيخ. هنلم ده كله بقى.